صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من اسكندرية. جولتنا النهاردة رايحين حديقة الحيوان. هنشوف حديقة الحيوان بتاريخ 7/5/2025، صيف 2025. الفيديو هينزل لكم ان شاء الله يوم 7/5/2025. بدأنا الجولة من سموحة. اللي عايز بقى يشوف حديقة الحيوان بسرعة كده ومستعجل عليها، هي بتبدأ من الدقيقة 2:47 بس أنا اتمشيت شوية بالكاميرا كده في سموحة علشان خاطر حبايبنا اللي برا مصر، جمهورية مصر العربية، اللي في الخارج يعني عايزين يشوفوا سموحة، أو حبايبنا ومتابعينا اللي في المحافظات التانية وعايزين يشوفوا سموحة. فضلت ماشية شوية وفتح الكاميرا كده بحيث تشوفوا سموحة الجميلة. عنوان حديقة الحيوان في عزبة سعد، سموحة، اسكندرية. النهاردة واخدالكوا جولة كبيرة قوي في حديقة الحيوان. صورت جميع الحيوانات إلا حيوان واحد بس، يعني بجد، يعني سوري بجد، نسيته خالص خالص، ما افتكرتهوش غير وأنا بصور وأنا بمنتج الفيديو، اللي هو حيوان مهم قوي، اللي هو سيد قشطة. نسيت اصوره خالص، بس انا مصوره لكم كتير جدا في كل فلوجات حديقه الحيوان. قبل كده انا مصوره لكم سيد قشطه، فالمره دي سامحوني بقى على سيد قشطه اللي انا ما جبتهوش بقى الايه في الفيديو المره دي. مش عارفه راح من بالي ازاي ان انا مصورهوش، وهو حاجه مهمه من ضمن حيوانات حديقه الحيوان. فضلنا ماشيين شويه كده نتفرج بقى على سموحه مع بعض كده. بسم الله ما شاء الله. الاشجار في اي مكان بتزين المكان بصراحه يعني. هنا طول ما احنا ماشيين في سموحه كده، الاشجار كتير جدا على يميننا وعلى شمالنا، عاطيه منظر جميل جدا جدا للمكان. وكمان اصلا سموحه اصلا بجوها واجواءها الهاديه دي. ومفيش تكاتك، يعني احنا واحنا ماشيين مش شايفين اي توك توك خالص، فده طبعا بيزيدها جمال. المباني كده شكلها نظيفه. سموحة من المناطق الجميلة جدا 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 في اسكندرية، المناطق الراقية جدا في اسكندرية، والأسعار فيها غالية قوي قوي. الناس اللي دايما بتسألني في التعليقات عايزين مكان كويس في اسكندرية نسكن فيه، دايما بقول لكم كل خط البحر حلو جدا اسكنوا فيه. بضيف لكم بقى وبكتب لكم برضو في التعليقات، بكتب لكم سموحة. فسموحة طبعا من ضمن المناطق الجميلة، وبور المياه من ضمن المناطق الجميلة، وكفر عبده. المناطق اللي انا بذكرها دي مناطق مش على البحر بس هي جميلة جدا، وبور المياه وكفر عبده وسموحة، المناطق العالية جدا في اسكندرية. وصلنا هنا زي ما انتم شايفين كده حديقة الحيوان. سعر التذكرة بتاعت الدخول 5 جنيه للفرد، ولو عايز تدخل تعمل سيشن هتدفع 30 جنيه تذكرة دخول الكاميرا. تمام. وما ينفعش انك تدخل بحيوانات تانية، ما ينفعش تدخل مثلا بالقطة بتاعتك، بالكلب بتاعك، ما ينفعش الكلام ده. والمواعيد هنا مكتوب من 8:30 حتى 4 صيفا، ومن 8:30 ل 3:30 شتاء. بس في الصيف يا جماعة، بما ان احنا كنا موجودين هناك، احنا لغاية الساعة 5:30 واحنا كنا بنخرج، كان دي اخرها، لكن هي نهايتها لغاية الساعة 5. لغاية، هي مكتوب هنا الكلام اللي انتوا شفتوه ده مكتوب، بس هو نهايتها لغاية الساعة 5. وحاجة مهمة قوي قوي، حديقة الحيوان زي ما شفتوا مكتوب ان مفيش اجازة. مفيش اجازة، كانوا زمان يقولوا يوم الثلاث اجازة، مكتوب مفيش اجازة طول الاسبوع. بقت شغالة طول الاسبوع، ما بقوش يقفلوها ولا يدوا لنفسهم يوم اجازة خالص. هنا اول ما بندخل بنلاقي الحصان. طبعا الحصان ده مش هو اللي، يعني مش هو اللي مثلا اللي مجنونه بيعمل كده، لا، الراجل هو اللي بيشد الحبل كده، بيعمل حركه كده في الحصان علشان الحصان يعمل يعني ايه، يجري كده ويعمل درجن درجن درجن. فاهمين انتوا؟ طبعا بتقطعوا تذكره للحصان عشان ب5 جنيه. لكن لو عايزين مثلا ابنكم ولا بنتكم يلفوا شويه اكتر، اقطعوا له تذكرتين، هيلف لكم مثلا ايه 3-4 لفات كده ولا حاجه ب10 جنيه مثلا. فاهميني؟ بعد كده بقى بنروحوا بقى للحيوان التاني، ده كلب البحر. طبعا هو دايما موقفينه هنا كده، واللي عايز يتصور معاه بيدخل يتصور معاه. تمام. طبعا الاجواء دي علشان يوم الجمعة فالناس كتيرة شوية، لكن لو في نص الاسبوع ما بنلاقوش الناس بالعدد ده. لكن في الاجازات مثلا شم النسيم، مثلا في الاعياد، بتبقى زحمة قوي، بتبقى زحمة خالص يعني. هنا بقى رحنا هنا بنصوروا بقى شوية المعيز دول. ما شاء الله هم شوية ياما.
فبتتصوروا بقى جنبهم. بصراحة حديقة الحيوان لغاية دلوقتي يعني يا رب يفضلوا كده، يا رب يفضلوا كده، من ارخص الاماكن اللي ممكن تدخلوا تقضوا فيها يومكم وتفسحوا فيها اولادكم. السعر 5 جنيه للتذكرة، ده يعني بسيط جدا، ويا رب يفضل على نفس السعر كده. النهارده صورنا المتحف والاول مره اصوره، وصورنا بيت الزواحف والاول مره اصورها، وكنت رايحه اعمل لكم حاجه كده كنت وعدكم بيها قبل كده في فيديو حديقه الحيوان، ان انا هركب البرج واشوف بقى اسكندريه من فوق كده او حديقه الحيوان من فوق. ورحت فعلا، وبس الراجل قال لنا ان الاسانسير عطلان ومش هينفع ان احنا نركب ونطلع في اعلى البرج من فوق. فان شاء الله المره الجايه بقى يكون الاسانسير اتصلح بقى ان شاء الله ان شاء الله. هنا بقى الحيوان ده كمان ده بقى كله شوك بقى، كل اللي طالع من جسمه ده شوك بقى. هنا شوك. لو بتشوفوني بقى ولسه ما حطيتوش اللايك، يا ريت تدعموا الفيديو باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه لو كنتوا اول مره بتشوفوني ومش مشتركين. ان شاء الله في على يعني المدارس بس تخلص كده، الامتحانات تخلص، وان شاء الله ان شاء الله بمشيئه رب العالمين افوق كده وابدا بقى ايه اشتغل تاني واصور زي زمان، لان انا مهمله قوي في التصوير بس غصب عني علشان خاطر المدارس يا جماعه والامتحانات وكده. هنا الجمل الاسيوي، هنا الجمال هنا طبعا اللي عاوز يركب الجمل يتصور عليه عادي ما فيش مشكله، بتركبوا عادي بتركبوا ولادكم يعني ويتصوروا كده صور تذكاريه جميله. هنا بقى الدب ده بيستحمى. تعالى عك الفارس. تعالى عايز ياكل الدب. تعالى اكل الدب فارس. تعالى عك الفارس. تعالى عك الفارس. شايفه؟ هنا بقى بعد ما خلصنا عند الدب فارس وصورناه بعد ما هو بيستحمى وطلع كده يعمل لنا شوية عرض كده وفرحان بنفسه، رحنا بقى هنا للضبع المنقط اللي حضراتكم شفتوه ده. فهو ده عشان خاطر منقط كده اسمه الضبع المنقط اهو، هنا عن قرب شوية. هنا برضو الحيوان اللي بعد منه، هي حديقة الحيوان بتاعت اسكندرية هي حديقة صغيرة جدا جدا، ما تتقارنش بحديقة حيوان القاهرة. حديقة الحيوان بتاعت القاهرة كبيرة قوي قوي، بس بقى حديقة حيوان اسكندرية فيها ميزة ان الحيوانات كلها جنب بعضها. في القاهرة مفيش الميزة دي خالص، علشان انا مرة دخلت حديقة حيوان القاهرة ما كملتهاش، ما قدرتش اكملها كلها. ليه بقى؟ علشان خاطر مثلا لما اشوف حيوان مسافة كبيرة ما بين علشان ما بين الحيوان الاول والتاني، عشان تروح لحيوان تاني مسافة كبيرة قوي علشان خاطر تروح تشوف حيوان تاني. فالحديقة في القاهرة كبيرة جدا جدا، فما كملتش صراحة يوميها. هي كانت تجربة واحدة وما تكررتش تاني يعني. انا راضية بحديقة حيوان اسكندرية يا جماعة. المهم بقى هنا انا بلفلكوا الكاميرا بس عشان تشوفوا بس الاجواء بصفة عامة في حديقة حيوان اسكندرية. ده البرج اللي انا بقول لكم عليه. كان نفسي بقى اطلع بقى فوق خالص كده واصور لكم بقى ايه حديقة الحيوان من فوق. هنا الحصان، الحصان الحصان ده ما كانش موجود في جولات الحديقة قبل كده، انا اول مرة اشوفه يعني. اللي متابعني انا اكيد فاكرين يعني ما كانش موجود الحصان. هنا المتحف ب5 جنيه وبيت الزواحف ب5 جنيه، والاول مرة ان انا ادخل اصور فيهم. دخلنا المتحف ودخلنا بيت الزواحف وكانت تجربة حلوة جدا جدا. انا كنت مبسوطة قوي ان انا دخلت المتحف من جوه وشفته، ودخلت بيت الزواحف وشفتهم. خليكم بس معايا لاخر الفيديو وهتشوفوا كل حاجة بالتفصيل. انا قلت هسيبهم لاخر الفيديو خالص لغايه لما اخلص بس الحيوانات اللي بره دي، وبعد كده ادخل بقى للمتحف وبيت الزواحف.
هنا برضو ده مش عارفة ماعز، هو كلهم معيز يعني، بس كل واحد بقى ايه ليه اسم معين بقى. هنا ده لسه صغير كده، فعلشان كده القرن بتاعه لسه صغير. لما بيكبر بقى بيبقى القرن، هو معروف لما بيكبروا يعني بيبقى ايه القرن بتاعهم بيكبر معاهم. لو عايزين بقى اي حد بقى، بص عايزين تاكلوا الحاجات دي مثلا، يعني عندي المعيز دي بتلاقوا الراجل قاعد ومعاه برسيم، ب5 جنيه بيبقى عامل كده شويات كده، وب5 جنيه كده. فانت تديله 5 جنيه ويديلك شوية برسيم. طبعا هي هنا ردينا كانت بتأكل الماعز ده، او معرفش اسمه ايه يعني، بتأكله جزر عادي يعني. هو كان معاها حبة جزر، كانت شارياهم برضو ب5 جنيه، فأكلته جزر، فبياكل جزر، بياكل كل حاجة. هنا بقى دخلنا بيت السباع زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا بقى الاسود. يوم ما صورت حديقة الحيوان بالظبط، لما صورتها بقى انا طبعا هي هتنزل لكم يوم 7/5، يوم هتنزل لكم يوم الاربع. هي متصوره يوم الجمعه اللي قبل الاربع، تمام. يوم الجمعه بقى اللي انا صورت فيه حديقه الحيوان، يوم الجمعه اللي انا صورت فيه حديقه الحيوان، شفت بوست على الفيس جايبين اسدين. انا مش عارفه هم عاملينهم ازاي، مخلين منظرهم وحش قوي قوي قوي، وبطنهم واصله داخله في ظهرهم، يعني البطن من الجهه اليمين للجهه الشمال داخله في بعض، شطه في الظهر من فوق، وكاتبين فوق الصوره حسبي الله ونعم الوكيل. انا والله العظيم مش بدافع عن مثلا حديقه الحيوان، انا بس بقول كلمه حق مش اكتر من كده. انا كنت في اليوم ده لسه مصوره، يعني انا صورت وروحت بفتح التليفون لقيت حد منزل الصورتين دول لاسود شكلها جربان، شكلها استغفر الله العظيم، ويقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، سابين الاسود جعانه في حديقه حيوان اسكندريه. انا دخلت قلت لهم لا، قلت لهم هي مش للدرجه دي. هي الاسود رفيعه صحيح، بس ما كانش بالدرجه الخطيره اللي هو كان منزل بها صوره الاسود. انا ما اعرفش هو جايب الصوره دي منين اصلا. فهي الاسود للامانه هي رفيعه، بس ما كانش للدرجه يعني بتاعه الفيس. ليه بقول لكم كده؟ علشان خاطر ما تصدقوش اي حاجه بتنزل، عشان في ناس اصلا ما بتروحش حديقه الحيوان، فبالتالي بتصدق، ممكن تصدق فعلا ان دي منظر الاسود. ده كان عامل لها كده حاجات غريبه كده، مسود شكلها ومخلي، وللاسف التعليقات طبعا كتير جدا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، كل التعليقات بتتحاسبن عليهم. المهم بقى احنا هنا خلصنا بقى، صورنا جولتنا في داخل بيت السباع هنا، وطالعين بقى على بره هنكملوا تصوير بره. في هنا برضو اسود، هنا خطر ممنوع الاقتراب للحيوانات. هنا الاسود اللي بره هنا صحتها دايما احسن من الاسود اللي جوه دايما، لان هم هنا في الهواء وفي الشمس. لكن اللي جوه عشان خاطر هم مش في مكان مفتوح، فهم ارفع من اللي بره. هنا الاسود دايما بره هنا حالتها الصحيه احسن من جوه. كل فيديو زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي عاوز يتصور معاه بيدفع، تدفعوا كده 5 جنيه وتأكلوه بقى وتتصوروا براحتكم يعني. طبعا التصوير مش واضح قوي عشان خاطر فيه الحديد اللي محطوط والسلك ده، فمنغمش كده الدنيا شويه. هنا عشان خاطر ما فيش سلك الدنيا واضحه شويه في الاسد ده. هنا كل ده صف اسود كده بره. بعد ما بتطلعوا من البيت السباع، هم جنب بيت السباع كده من بره يعني، واحنا ظهرنا لبيت السباع هم هتلاقوهم على يمنا. مين تاني؟ هنا بقى في استوديو للتصوير، حاطين طبعا المناظر اللي حضراتكم شايفينها دي، فيل واسد وجمل وحصان وزرافه، فحاطين كل والاستوديو على يمنا، فحاطين الحاجات دي لو حابين تركبوا عيالكم وتتصوروا وتاخدوا منظر كده. وعندهم ممكن يلبسوكوا بقى اللبس اللي هو الملاية اللف والحاجات دي، فتتصوروا والصورة بتطلع بعد ساعتين، تبقى صورة حلوة قوي، كارت حلو قوي. فلو حابين تجربوا التجربة دي يعني في الاستوديو زي ما حضراتكم شفتوا كده.
هنا بقى الجماعه الحلوين دول بيلعبوا كده او بيتضربوا، انا مش عارفه هما بيعملوا ايه، بس الواضح ان هما كانوا بيلعبوا يعني مع بعض. المفروض يعني ان هو اسمه نسناس، بس هو مكتوب فوق اسمه يعني مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. هنا برضو كنا بنشتروا جزر برضو ونأكلوهم، او ياخد الجزر يرميه تحت منهم كوم جزر مش طبيعي. ظهر مش عاجبهم الجزر، مش عارفه عشان خاطر هو رخيص اليومين دول يعني ولا ايه، مش عارفه بقى. شايفين ياخد حته ويرمي، ياخد حته ويرمي. دي اللي عندها طفل دي. خد يا رود ايه؟ ادي الشنطور ده. ادي كام؟ ادي شوف معلق ابنه فين؟ خد اديني يا رود. خد يا رود. ادي ده. واحدة بواحدة. تعال تعال. هو ينفع عشان حرام ما يتعبش ينفع ياكل جزر؟ ينفع. هو بياكلوه بجد؟ بس هو قال لي خلاص، قال لي ما ينفعش. لا بياخد جزر، هو مدينا احنا مأكلينه جزر. تعالى جنبي. وخلصنا بقى من عند القرود الصغيرة او النسانيس الصغيرة دي، وهنروحوا بقى نصوروا جبلية القرود. خطر، ممنوع الجلوس على سور الجبلية. بالرغم ان هم عاملين لنا يافطة كبيرة كده مكتوب عليها كده، بس للأسف بنلاقوا ناس قاعدين كده مقعدين عيالهم. والله العظيم يا جماعة زي المنظر انتوا شايفينه ده، شفتوا لسه بقول لكم والله العظيم، ويا ريتهم ماسكينهم مقعدين عيالهم وسايبين عيالهم. انا مش عارفه ايه يعني القلب الهادي قوي ده، ازاي انتوا مثلا يعني مش خايفين؟ ده والله العظيم ده انا ببقى خايفه لهم وحياه ربنا. انا قلت لواحده، قلت لها بالله عليكي امسكيه تنزليه، لكن ما قاعده ابنها وسايباه كده عادي خالص خالص. طب يعني ولنفترض عيال بتلعب وبتجري مثلا وخبطته ووقع تحت مثلا، انا مش عارفه ايه الاطمئنان والعقول اللي ما بتفكرش دقيقه لقدام. والجبليه دي على فكره عاليه قوي، من فوق لتحت، من فوق لتحت عاليه جدا يعني. الله المستعان، ربنا يسترها والله. وعلى فكره ما يكتبوش كده، لان اليافطه دي مكتوبه لسه، انا شايفاها المره دي على فكره. شايفين العلو قد ايه؟ الكاميرا مش يعني الكاميرا، انا حاسه في الكاميرا العلو مش زي الحقيقه، العلو اقل من الحقيقه، هي في الحقيقه اعلى من كده. هما ما يكتبوش اليافطه اللي حضراتكم شفتوها دي الا اذا كان في حاجه حصلت، يعني ممكن يكون بعيد الشر حد وقع، فعشان كده كاتبين ممنوع حد يقعد على السور. هنا بقى رحت بقى للملاهي بتاعت حديقه الحيوان، لقيتهم مقفله كلها، فانا افتكرت ان هم خلصوا، فبسال او جوزي يعني هو اللي سال، فقالوا له ان الملاهي مقفوله طول النهار، لان هي في الصيانه دلوقتي، وان شاء الله يعني شويه كده هيصينوها وهترجع حلوه وجديده وزي الفل ان شاء الله. بس امتى هتخلص الصيانه الله اعلم. هنا بقى الطيور اللي حضراتكم شايفينها كده، طيور ايه جميله جدا جدا، انواع كده وحاجات كده غريبه يعني. دي فراخ على فكره، دي فراخ بس اسمها ايه، كل حاجه لها اسم معين، كل حاجه يعني. احنا مثلا عندنا الفراخ المصريه بتاعتنا شكلها معروف هتشوفوها دلوقتي، لكن دي فراخ تانية هنديه، مثلا فراخ هنديه، فراخ كده يعني دول تانية.
وهنا اللي بيفرد ديله ده اللي انا دايما بنسى اسمه، اللي هو ده بيفرد ديله كده، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش قادره افتكر اسمه والله. كل فيديو بنسى اسمه. اسمه طاووس. طاووس، اسمه طاووس. هنا برضو الحيوان ده نايم كده، مش عارفه شكله حمار باين ولا ايه. هنا القطه دي ماشيه مع نفسها. هنا بغبغانات. هنا بقى برضو شكله ماعز برضو، بس قرونه طويله جدا جدا، يعني القرون دي كانت واصله السور. فاللي عنده عيل يعني ما يخليش العيل يتكافي على وشه كده يتفرج. ليه؟ لان ممكن بعد الشر ربنا يحفظ ولادنا وولادكم جميعا، ممكن القرن ده كده يدخل في عين العيل بعد الشر يعني. القرون عاليه واصله للسور من فوق. شايفين عاليه ازاي؟ ما شاء الله صحيا، ما شاء الله صحيا كويس جدا. يعني مش عارفه ممكن تكون انثى وحامل او مش عارفه، بس هي ودي كمان التانية دي برضو صحيا حلو. شايفين هنا بقى الفراخ بتاعتنا، هنا فراخ مصر دي بقى، ديك بقى اهوت. ما شاء الله ما شاء الله. برضو الطيور صحتها ما شاء الله في حديقة الحيوان حلوة جدا. واللي انا شايفاه ان كله في حديقة الحيوان حلو بصراحة، الا بس الاسود اللي في بيت السباع من جوه، هي دي اللي صحتها ضعيفة بس، ومش ضعيفة زي اللي بيطلعوها الناس على الفيس. كلمة حق لله مش اكتر من كده. هي ضعيفة بس، لكن بقية شوية الحيوانات اللي احنا بنشوفوهم دول كويسين. يعني شوية الفراخ دول بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني حاجة زي الفل. هنا بقى كنت رايحة اركب البرج. بص بقى، تذكرة البرج ب5 جنيه بسم الله ما شاء الله ببلاش. انا كنت فاكرة صراحة اكتر من كده، لقيتها ب5 جنيه بس للاسف الاسانسير عطلان. والكاريتا دي برضو اللي عايز يركبها برضو ب5 جنيه. يعني احنا على البحر بنركب الكاريتا بيقول لنا ب250 جنيه. هنا الكاريتا ب5 جنيه بس للفرد. يعني مثلا لو 4 افراد ركبوا هيدفعوا 20 جنيه. والبرج برضو اللي يطلع الفرد ب5 جنيه. ما شاء الله اسعار حديقة الحيوان اسعار حلوة جدا جدا. يا رب يا رب ما يغيروهاش. انا عارفة ان هتلاقي حد طالع لي دلوقتي في التعليقات يقول لك يغيروها على ايه؟ هي فيها حيوانات؟ هي فيها حاجة اصلا عشان يغيروها؟ بس الله المستعان يا جماعة. ما هو كل حاجة بتتغير يعني، بس حديقة الحيوانات ثابتة. على برضو هنا بيت الزواحف، علشان تدخلوا بيت الزواحف بتدفع برضو الفرد 5 جنيه. هنا بقى اللي هو السلحفاة، كذا سلحفاة هنا موجودة. هنا السلاحف المائية، ما في سلاحف مائية وسلاحف كده رملية اللي هي ما بتعيش في المية. هنا بقى ايه؟ تمساح. خدين بالكم التمساح او قدامنا اهو على الشمال شوية. هنا في تمساح فوق، خلي بالكم بس اللي ايه تحسوهم ان هم شبه الحيطة او شبه المبنى اللي هم فيه فمش باينين قوي. هنا تمساح في المية اهو تحت اهو. هنا بقى ايه تاني؟ هنا بقى السلاحف اللي هي ايه ما بتعيش في المية او سلاحف صحراوية يعني. اول مرة اصور في بيت الزواحف في حديقة الحيوان، عمري ما صورت الاماكن دي. هنا بقى ايه تعابين كتير جدا. شايفينكم التعابين اللي على اعوذ بالله اللي على ايدينا الشمال. وهنا شايفين التعابين اللي في الارض دي. الابيض ده مش تعابين على فكرة، التعابين اللي هي لونها غامق. هنا فوق الشجرة دي هجيبهولكوا دلوقتي تعبان كده قاعد كده نايم فوق. كمية تعابين مش عايزة اقول لكم، ممكن يعني 500-600 تعبان في الجزئية دي. شايفين بيتحركوا ازاي في الارض؟ اعوذ بالله ربنا يكفينا شرهم. شايفين اللي على الشجرة ده او جذع الشجرة يعني. هنا سلاحف كبيرة 3 اهو جنب بعض. هنا سلاحف برضو، يعني ما مكترين قوي من السلاحف الصراحة. هنا ايه
هنا ايه، استنى انا بدور، تعرفوا انا قاعده بلف في الكاميرا بدور على اي حاجه اصورها. هنا في سلحفاه على جنب اهيت، مفيش غير هي واحده. هنا ايه كمان، هنا اهو تعبان كمان اهو. يوه ده في شويه تعابين، شايفين ملمومين على بعض ازاي؟ هما التعابين دايما يتلموا على بعض. اه الاشكال الطيور على اشكالها تقع. هنا كمان واحد اهو قاعد منفرد، شكله مخاصمهم، فقاعد مع نفسه كده او عامل فيها الرئيس بتاعهم، فايه مستكبر ان هو يقعد معاهم. هنا يا نهار ابيض على طوله يا جماعه، شايفين يا جماعه، شايفين طوله ده لا يقل عن ممكن 2 متر وحاجه، صح اهو. شوف انا ببعد لكم عشان خاطر تشوفوا طوله قد ايه. هنا بقى الراجل كان واخد التعبان ده، كان ايه حطه على كتفه وقعد يقول اللي عاوز يتصور بالتعبان، اللي عاوز يتصور بالثعبان. فالمهم ايه يعني 2 3 كده اتصوروا بيه، وبعد كده رجعوا بقى. هو الراس بتاعته على اليمين اهو، عشان لو مش واخدين بالكم مش عارفين تجيبوه اوله من اخره، راسه على اليمين اهو. شايفين يعني، ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يحفظنا. حجمه كبير جدا اهو. الراس بتاعته انا بقى اهي بعمل لكم زوم عليه عشان تعرفوا اوله من اخره. هنا دي الميه بقى اللي على اليمين دي، طبعا هو تحس كده ما بيتحركش خالص لان هو كان على كتف الراجل وشكله مرهق يعني، او مش او عاطينه حاجه، معرفش هو هادي كده ليه. المهم خلصنا هنا في بيت الزواحف، هنروح بقى البرج اللي بقول لكم عليه اهو. هنروح بقى فين؟ هنروحوا المتحف بقى، هنشوفوا ايه اللي في المتحف من جوه في حديقه الحيوان. طالعين كده دلوقتي للمتحف بقى. كل الحيوانات اللي في المتحف متحنطه، مفيش حيوان محطوط كده، كل الحيوانات دي كانت حيه، كان فيها الروح، كانت بتاكل وبتشرب وبتتحرك وبتتنفس، وبعد ما ماتت حنطوها. هتشوفوا معايا دلوقتي، سبتلكمش ولا حاجه غير وانا مصوراها. لو وصلتوا لغايه هنا من الفيديو يا ريت تحطوا لنا لايك واشتركوا في القناه لو كنتوا بتشوفونا ومش مشتركين، وادعموا الفيديو باللايك يا جماعه تقديرا لتعبي والمجهودي. انا على ما خلصت المتحف ده تصوير، انا حسيت جيت انزل دراعي كده من التصوير، لقيت دراعي والله العظيم مش قادره انزله، ثبت على وضعيه ان هو مرفوع بالكاميرا كده. ف يعني الحمار الوحشي ده كان حقيقه ومحنطين. طبعا هي حديقه الحيوان ما فيهاش حمار وحشي، بس كان فيها حمار وحشي زمان زمان قبل ما افتح القناه. كنت بروح واشوف الحمار الوحشي واشوف الفيل، كان فيها حيوانات كتير زمان. دلوقتي ما بقاش فيها الحيوانات دي، دلوقتي الحيوانات اللي فيها حيوانات بسيطة، هو اشرسهم اللي هو الاسد، لكن كل اللي بعد كده وسيد قشطة، لكن كل اللي بعد كده حيوانات كلها بسيطة، فراخ، وز. الوز هجيبهولكوا دلوقتي. فيها نعام، حاجات بسيطة كده، مش حيوانات شرسة كده. شايفين كمية الحيوانات قد ايه؟ كل دي كانت حيوانات حية، بتاكل وبتشرب وبتتنفس وبتمشي وبتجري. شوف الكلب الصغنون ده، شوف انا اول ما شفته انا ثبت الكاميرا علشان انا اتفرج عليه والله. ده نمر، ده اللي في الارض ده نمر، واللي ده فوق ده اسد، وده قرود، دول كلهم قرود اهو جنب بعضهم. الاصوات اللي انتوا بتسمعوها في الفيديو دي اصوات صناعيه، يعني تدخل كده يحسوك انك داخل بيت رعب. هم مشغلين اصوات صناعيه داخل المتحف من جوه. شايفين البط بقى، بط بقى وحاجات كده ايه، طيور يعني، طيور كده ايه، اشكال وانواع من الطيور. الجزئيه التانية بقى هو كتر لنا البط قوي يا جماعه. هو كان زمان كان في بط كتير قوي في حديقه الحيوان، دلوقتي ما فيش ولا بطه. يعني هو ممكن يكون البط ده كله مات وحنطوه.
والله هو كان نفس البط ده اللي كنت بشوفه زمان قوي. ومعقول البط ده كله مات ولا هم اللي حنطوه هو، ولا موتوه وحنطوه ولا ايه، مش عارف. حمام. عايزه اقول لكم برضو ان انا صورت الحمام، لاني انا صورته، هو هيجي دلوقتي معانا بالفيديو بس هو لقطه صغننه قوي، فمش هلحق اتكلم واقول الكلام اللي انا عايزه اقوله على اللقطه دي، فانا هكلمكم عن الحمامات هنا. طبعا انا عمري في حياتي ما دخلت حمام في حديقه الحيوان. ليه؟ لان فكرتي ان حمامات حديقه الحيوان حمامات سيئه جدا. ده الفكره اللي انا واخداها عن حديقه الحيوان، ان هو حمامات مش نظيفه فعمري ما رحت ناحيه الحمام اصلا خالص. فالمره دي واحنا طالعين لقيت بنتي بتقول لي ماما انا عايزه ادخل الحمام. قلت لها لا اصبري لما احنا كده مروحين. قالت لي ماما انا عايزه ادخل الحمام. فصراحه قلقت من ناحيتها، فقلت لها يلا بينا. فروحت بقى، وصراحه يعني رجلي ورا ورجلي قدام و10 خطوات لورا، فمش عايزه ادخل، بس هعمل ايه غصبا عني، لازم ندخل علشان بنتي. للامانه كلمه حق، انا اتفاجئت بنظافه الحمام. لقيت الحمام متسيق، الحمام نظيف. الكاميرا هتجيب لكم دلوقتي، طبعا هي لقطه صغننه قوي كده، يعني الكاميرا عشان خاطر هي مثلا دقيقه زياده عن اللزوم، فمطلعه لكم حاجات احنا ممكن نكون في الواقع مش بنشوفها. بس بجد يعني من خلال الفيديو هنا تسلم ايد الست اللي واقفه على الحمامات بتنظفها، بجد يعني ربنا يجازيكي خير، واخده بالها من نظافه الحمامات. بجد شكرا لكل حد شايف شغله بضمير وبامانه. صورت لكم الحمام كنت فيه من جوه، طبعا في صف حنفيات بره اللي عاوز يتوضى. حاطين كمان غسول يا جماعه، اللي هو بتضغطوا عليه كده وينزل الغسول في ايدينا كاننا في كارفور يا جماعه، مش في حديقه الحيوان. ليه حبيت اقول لكم على الحمامات؟ عشان الناس اللي كانت مقلقه زي حالاتي تدخل الحمام وهي مطمنه. كده الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه حاجه وانبسطتوا. اشوف وشكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.